هنا الأخ يسأل يقول: كرار ذياب بن غانم هلالي لو من بني عقيل؟ فالجواب هو رجال من بني هلال. ذياب بن غانم معروف نسبه حسبه ونسبه، احنا ما نسبه انه هو من ابناء عمومتنا، هو صحيح من اولاد عامر بس كنسب تسلسله هلالي. ذياب بن غانم. وذياب بن غانم يعتبر شيخ عشيرة بني زغبة الهلالية. وذياب بن غانم يعتبر فارس بني هلال. لكن اجى ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي بالشعر ماله وصل فكرة بأن هو فارس بني هلال، بس من ترجع للواقع فهو ذياب بن غانم أشجع وأفرس من أبو زيد الهلالي، لأن انتصر وقتل الملوك تونس. هاي أولا. ثانيا حارب حتى عمامة وانتصر على الشيوخ بني هلال. ثلاثة حتى أبو زيد الهلالي هو قتله ذياب بن غانم. أربعة ذياب بن غانم يعتبر من سلالة الشيوخ، أما أبو زيد الهلالي مو من سلالة الشيوخ. فهذا اللي نعرفه عن أبو زيد الهلالي. مثل عنترة بن شداد. عنترة بن شداد تسلط الضوء عليه. عنترة بن شداد بأن اعتبر هو فارس من فرسان آل عبس. فبالواقع هي من ترجع لها عنترة بن شداد صح هو اسم، لكن من الفروسية والشجاعة والأقوى من عده هو عروة ابن الورد. فعروة يعتبر من أهم وأشجع الفرسان بهذاك العصر، بعصر عنترة بن شداد. لكن عروة عزيز النفس. عروة استغنى عن قبيلة آل عبس القيسية. فعروة مثل ما تقول رفع بيرة ورفع علم بوحده. عروة انضرب به المثل، لكن تسلط الضوء بالأخير على فارس آل عبس هو عنترة بن شداد. بس يوم ترجع قلنا للواقع فهو عروة، لأن عروة هم من سلالة الشيوخ وعنترة يعتبر عبد، بالأخير أصبح حر. فهذا دائما التاريخ يسلط الأضواء على الشعراء، وعنترة يعتبر من أهم الشعراء، وأبو زيد الهلالي يعتبر من أهم الشعراء. وحتى ذياب بن غانم يعتبر شاعر وفحل من فحول العرب، لكن مو مثل أبو زيد الهلالي الشعر مالته. ولا عروة هم يعتبر شاعر من شعراء العرب. فهذا